السلام عليكم يا جماعة، أهلا بيكم. الفيديو ده هيكون ممارسة للاستماع باللهجة المصرية. إن شاء الله لغتك أو لهجتك المصرية هتتحسن بعد سماعك للفيديو ده. أنا هتكلم لهجة مصرية بس، وهحاول أتكلم بالراحة عشان تفهمني. طيب، النهاردة هنتكلم عن 3 كلمات في العربي. بس قبل ما ادخل في ال3 كلمات، حابب اقولك لو انت عايز تتعلم لهجة مصرية وتتكلم لهجة مصرية، انا عملت كورس محادثة لهجة مصرية على يوديمي، والكورس ده عليه تخفيض كبير جدا. انت ممكن تاخد الكورس ده بأقل من $13. سعره الأصلي $130. اضغط على اول لينك في اول كومنت وهتروح للكورس. طيب، ندخل بقى على موضوعنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن 3 كلمات في اللهجة المصرية وهنشرحهم كويس جدا. لو انت مش فاهم، في اختيار تحت subtitles captions، اضغط عليه عشان تفعل subtitles. طيب، يلا نبدأ. أول كلمة معانا النهاردة هي الكلمة دي، عولمة. يعني إيه عولمة؟ عايزين نعرف يعني إيه كلمة عولمة. عولمة إحنا هنشرحها واحدة واحدة. عولمة يعني العالم كله بيبقى مكان صغير، بيبقى بلد صغير. طيب ليه في عولمة؟ ازاي حصلت العولمة؟ العولمة حصلت بسبب التطور التكنولوجي. دلوقتي احنا العالم كله اتطور. انا دلوقتي ممكن اكلمك لو انت في امريكا، لو انت في اخر مكان في الدنيا، لو انت عايش في ألاسكا وانا عايش في مصر، انا ممكن اكلمك باستخدام الانترنت. فالتطور التكنولوجي خلى العالم كله مكان صغير. العولمة، كلمة العولمة دي كلمة معنوية. عولمة انك تخلي العالم مكان صغير. عولمة انك تعولم العالم، تخليه مكان صغير. طبعا انا مش هقول الترجمة بالانجليزي، لان ده هيكون دورك انك تقولي الترجمة بالانجليزي تحت اسفل التعليقات. طيب، دي كلمة العولمة. يا ريت تكون ان شاء الله سهلة. ندخل بقى على الكلمة التانية رقم 2. الكلمة التانية هي الكلمة التانية يا جماعة هي احتلال، وهي جت من الفعل يحتل. يحتل. طيب، يعني ايه احتل يحتل؟ الكلمة دي يعني مخصصة للحروب. الحرب. اقول لك مثلا امريكا احتلت العراق. امريكا راحت واحتلت العراق. احتلت. يعني ايه يحتل؟ يحتل مش يعني يحارب. يحتل مش يعني يقتل، لا. الحرب، احنا عندنا كلمة اسمها حرب. لما يكون في معركة، حرب بين دولتين، زي مثلا حرب بين امريكا والعراق، وبعد كده امريكا تفوز الحرب. هنا امريكا تحتل العراق، امريكا تحتل افغانستان،
أمريكا تحتل. فهنا عندنا احتلال، احتلال البلد، يعني دولة تحتل أرض دولة. يعني إيه؟ نحاول نبسطها شوية. يعني إيه دولة تحتل دولة تانية؟ يعني الدولة دي أو البلد دي تدخل حرب مع الدولة التانية، وبعدين تفوز في الحرب وتحتل الأرض، يعني تكون موجودة في البلد المحتلة، ويعني تكون موجودة أو تحكم الدولة المحتلة وتبني بقى بيوت، تبني قواعد عسكرية، تبني كل حاجة. زي بالظبط اللي حاصل دلوقتي فين؟ في فلس. أنا مش عايز أقول عشان اليوتيوب ممكن يمسح الفيديو بتاعي. نكمل. فهنا احتلال، احتلال زي زمان. لو احنا عايزين نتكلم عن زمان، زمان بريطانيا كانت دولة قوية جدا. بريطانيا احتلت دول كتيرة، احتلت الهند، احتلت مصر، احتلت دول كتيرة. عشان كده اللغة الإنجليزية هي اللغة المسيطرة دلوقتي في كل العالم، بسبب احتلال بريطانيا لدول كتيرة جدا. احتل، احتل، يحتل. طيب الدولة اللي اتهزمت في الحرب، الدولة اللي اتهزمت في الحرب والدولة يعني خلاص الدولة التانية قعدت في أرضها واحتلت أرضها، بنقول عليها دولة محتلة. طيب جميل جدا. نيجي بقى للكلمة الأخيرة في درس النهاردة. عايزك تركز جدا على الكلمة دي، استقلال. كلمة جميلة جدا وليها معنى جميل ورائع جدا. يعني ايه استقلال؟ انا هديك جملة وانت حاول تفهم معنى الكلمة دي. أفغانستان استقلت من أمريكا حديثا. استقلت من، يعني لو في دولة استقلت من دولة تانية يعني هي بقت حرة، يعني الناس ناسها هم اللي بيحكموها. فدي دولة اسمها مستقلة، دولة مستقلة. والكلمة اسمها استقلال. يعني زمان قوي كان في حرب استقلال في أمريكا. أمريكا كانت بتحاول تستقل عن بريطانيا، وبالفعل أمريكا نالت الاستقلال، أخذت الاستقلال، حصلت على الاستقلال. وكل سنة دلوقتي في احتفال، الناس في أمريكا بيحتفلوا بالاستقلال. نرجع تاني للكلمة دي. كلمة استقلال جات من الفعل استقل، يستقل، يعني يستقل، أنا هستقل. كمان الكلمة دي مش مرتبطة بس بالدول وبالحروب، ممكن ترتبط باستقلال. يعني أنا مثلا عايز أستقل، عايز أبعد، عايز أشتغل لوحدي، عايز أكون نفسي، عايز أعمل شغل. لو في ولد وباباه وأمه هما اللي بيدفعوا الفلوس لمصاريف المدرسة، بيدفعوا الأكل، والولد عايز يستقل، عايز يستقل، عايز يكون لوحده، يشتغل، يعمل بيت، يتجوز. فهنا بنقول الولد عايز يستقل عن أهله. طيب كويس جدا. احنا بقى خدنا الثلاث كلمات: احتلال، استقلال، وعولمة. لو انت فهمت الثلاث كلمات دول اكتب لي معناهم او الترجمة بتاعتهم باللغة الانجليزية في التعليقات. والسلام عليكم.